أرجو أن تفهمون الحقيقة العلمية الجديدة، وأنا جبتها من اليابان، وهي أن الإنسان من يجوع، من يكون صايم وجائع، بشرط أن مو نايم، لا في راسه ونايم تحت المكيف وتحت المبردة، هذا ما يريد طاقة، ماكو فائدة أبدا، صيامه ما بي فائدة. لازم أنت صايم وتعمل، تشتغل، تصير تركض، تعمل، تصير ساعة بالوحدة بالثنتين الظهر، جسمك يخلص الخزين ماله، بعد ما عندك طاقة. أنت ما تاكل، شو يصير؟ من تجيك الطاقة؟ الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم يطلع من نخاع العظم البون مارو، يطلع من عنده خلايا كبار اسمها الماكروفيجز او الخلايا الملتهمة او المكانس. هاي شو تسوي؟ تفتر بالجسم، شكو خلية مريضة تعبانة معجزة سرطانية تريد توقع ما بيها فائدة، كلها يكنسوها، ينظفون جسمك، يطلع جسمك وردة مال الله. وهاي الخلايا يمردوها، يحولوها للمواد الأولية كأنما صارت أكل، ويعطوك إياها طاقة. سبحان الله. وبدأوا حقيقة العلماء اليابانيين والألمان أصدقائنا بدأوا حقيقة يعالجون السرطان بالصيام، مستشفى كامل يدخلوه أبو السرطان بس يجوعوه، بس يصوموه. عرفتوا عيني؟ هذه فيها فائدة كبيرة، فسبحان الله.